مجادعة بيني وبين أخوي الغالي ياسين والدزومة. أنا كان بحكي له عن الغربة وعن أوضاع الغربة، وهو بيحكي لي عن الذهب وعن الخلا. فقام رسل لي قال لي: يا أبو مضوي، كيفين حالك يا الخمجان؟ عاملين كيف مع بلد الملك سلمان؟ من الراحة ما شاء الله بقيت عثمان، ما ظنيت بترجح تاني للسودان. قلت له: أخوي ياسين حبابه اللي كرم عنوان، فاقدين البلد بلمة الأخوان، مو لامين قريش ليلك نهار شقيان، أكان بليد بنرجع حسي للسودان. قال لي: نحن ورا الدهب فتشنا أي مكان، الخلا كله مشطناه لا أصوان، فيه عرفنا تلاب تنغلادهم كان، لكن برضو لاقان الخصيص وجبان. قلت لي: حايم في الخليج زي كابتن الطيران، ما خليت مكان من جد لا نجران. عرف فيها النشامة القصة على الفرسان، ولاقيت لي ناس بعرفته الندمان. قال لي: مخترقين حدود مصر العلي الليبية، خاشين لا جواز لا عندنا أي هوية، اللقى والعدم في حسابنا ما هي مية، بخزننا الرفيق الخاد سواد النية. قلت له: في بلد الحرم قاعدين بلا حرية، كلك تطرقت في وقفة الدورية، يا ما جبنا مال ودرنا في الأخوية، ما بيستاهل الرفقة الطبيح تردية. قال لي: اللي لقانا في الخلا كان حكيت لك وصفه، تحلف تاني لا ترافق بشر لا تعرفه، برضك ساند الأخو يوم يقدر ظرفه، عدمان السوالف بالجريد لغرفه. قلت له: معاي في الغربة واحدين للبلوم بنحرفه، لا عز لا كرم تخجل تقول بدعرفه، ليه سند الرفيق المال كتير بنصرفه، والزول المرخرخ منا الله يصرفه. قال لي: بفوق السطوحات العواتي جبالة، ضقنا شقاوة رسمية وبشاتي الحالة، سوينا اللي علينا تعبنا جاسفنا، لكن يا رفيق رزاقنا قالت لا لا. قلت له: في بلد الملك ضايقين حناضل كينا، كايسين رضوة الدعجل مراد دعسينا، يا ياسين أخوي كان مو جلاح تنفينا، جاسفنا لكن أصلبت تدينا، جاسفنا لكن أصلبت تدينا. تقبلوا تحياتي، محمد الخمجان البطحاني.